الباستا هتعملوها طعم رهيب وزي المطاعم بالظبط. دليل المكونات اللي هنستخدمها عبارة عن مكرونة، كريمة طهى، صدر فرخة، جبنة بارميزان، بهارات وزعتر. أول حاجة هنعملها نسلق المكرونة ونضيف عليها ملح. بعد كده هنجهز الصدر، هنضيفه في الطاسة ونشوحه كويس، ونضيف الثوم على الفراخ بالشكل ده، بيديها طعم وريحة في حتة تانية. بعد ما شوحنا الفراخ وحطينا البهارات هنحط عليها كريمة الطبخ. بعد كده هنضيف الجبنة بالشكل ده. شفتوا الجمال؟ تحفة بجد، وريحتها في حتة تانية. أتمنى تجربوها. دي الباستا هتعملوها طعم رهيب وزي المطاعم بالظبط. لو عايزة فراخ كريسبي طعمها قوي ومقرمشة استخدمي المقادير دي. الأول هتقلبي الدقيق مع النشا والبهارات اللي هتظهر على الشاشة، وتتبلي فراخك كويس جدا. بعد كده نضيفها في الخليط، عبارة عن لبن وبيض وبهارات. هنكرر الخطوة دي لحد ما يبقى عندي طبقة سميكة، ولو وصلتي لي حد هنا ما تنسيش اللايك والمتابعة. آخر خطوة هي القلة، هنقليها في زيت غزير لمدة من 15 ل 18 دقيقة، وده على حسب حجمها. كده بقى عندك كريسبي زي بتاع المطاعم بالظبط. مفيش أسهل من كده. سلام. انتي تعرفي إن ممكن تعملي عيش صحي وخفيف ومن مكونات بسيطة خالص؟ تعالى أعرفك تعمليه إزاي. الأول هنضيف الخميرة للمية الدافية عشان التخمير يبقى أسرع. بعد كده هنضيف الدقيق، وهيكون دقيق حبة كاملة، ونضيف حبة البركة والشوفان لتعزيز القيمة الغذائية. نقلبهم كويس مع بعض لحد ما توصلي قوام بين عجينة الكريب والبانكيك كده. في طاسة على نار هادية هنضيف نقطة زيت صغيرة ونمسحها كده في الطاسة بمنديل. بنضيف العجينة السايلة للطاسة وهي باردة، مش باردة قوي يعني. ولو وصلتوا لحد هنا تابعوني واعملوا لايك يا أصدقائي. ده بيكون شكل العيش، شكله بيتكلم عن نفسه، مش محتاجة أقول أي حاجة. كده خلصنا، بجد طعمه وريحته تحفة. جربوه وقولوا رأيكم.